مصطفى سعد يا برنس عاوز يمشي من النادي الاهلي في يناير. ايه يا ميسي مالك؟ عبد المنعم يا برنس جاي له عقد احتراف يا برنس في اوروبا من احد الوكالات يا برنس بتاع تسويق اللعيبه في اوروبا. يا رب يا عبد المنعم اشوفك في اوروبا وكسر الدنيا. والبروف يا برنس طالب من اداره الزمالك مهاجم اجنبي يكون قوي، وطالب منهم برضه تعديل عقد امام عاشور. ايه يا بروف؟ سامي الشيشيني يا برنس بيقول لك حمدي فتحي افضل لاعب خط وسط في مصر، وانا معاه طبعا. وكابتن مجدي عبد الغني يا برنس بيقول لك الاهلي رافض تماما تعديل عقد الشناوي يا جماعه. والبروف بيقول لك يا برنس الزمالك ما كسبش افريقيا من 20 سنه، وحاجه كويسه جدا اللي احنا نشتغل عشان نكسب افريقيا السنه دي. ربنا يوفقك يا بروف. ومرتضى منصور يا برنس يعلن ان هو يقدم برنامج على قناه نادي الزمالك. ايوه يا مرتضى. وكرر يا برنس يسافر اجازه الى سويسرا يا برنس لمده 6 ايام. براحتك يا عم كراريرو. الاهلي يا برنس يخطف صفقة القرن يا برنس من الزمالك. اللعيب الوحيد يا برنس اللي كان طالبه البروف بالاسم يا برنس في الدوري المصري، وبلغ ادارة الزمالك يا برنس التعاقد معاه باي ثمن يا برنس، ولكن الاهلي يا برنس دخل في المفاوضات والاهلي انهى تماما يا برنس التعاقد مع اللاعب يا برنس. عارف هو مين؟ هو مروان عطية يا برنس لاعب خط وسط الاتحاد السكندري، وكان يا برنس بيقرب جدا من نادي الزمالك، ولكن المفاوضات وقفت والاهلي يا برنس دخل في المفاوضات وانهاها تماما يا برنس. ومروان عطيه يا برنس جاي النادي الاهلي بمقابل، ركز معايا، اعاره عمار حمدي وحسام حسن زائد مقابل 10 مليون جنيه يا برنس. ومروان عطيه يا برنس رسميا في الاهلي يا برنس.